هو ازاي هو ازاي واما بنعمة ربك فحدث، واحنا لازم نسكت عشان العين والحسد. اما بنعمة ربك فحدث لها 3 تفسيرات عند العلماء. واما بنعمة الهداية فحدث، الحمد لله الذي هدانا، ربنا اكرمنا وسترنا، ودي نعمة كبيرة من ربنا الحمد لله. او نعمة القرآن، ان ربنا انزل علينا القرآن، الحمد لله ان احنا من اهل القرآن. او التحدث باي نعمة. ويكون التحدث بالنعمة عند الاحتياج، إما عند السؤال، فازيك اللهم لك الحمد في نعمة كبيرة، راضي في الدنيا دي، يا نهار أبيض فوق الرضا، وعلى رأي سيدنا الشيخ وأقل من كده رضا كمان، يا سلام. طب الدنيا ماشية معاك حلو، دنيا يا عم ربنا كرمنا آخر كرم. طب وما عندكش مشاكل؟ حتى لو عندي بتاع يعني ربنا ساترها معاه. واحد تاني لا ما عنديش الحمد لله، شايف اللي عنده من المشاكل ده لا يقارن بالنعم اللي هو غريق فيها، فيقول الحمد لله وزي الفل ولا مشاكل ولا حاجة، أحسن من غيرنا بكتير. في واحد تاني يتحدث بنعمة ربنا مع واحد مبتلى عشان يقول له والله ده أنا كنت مبتلى وربنا بعت لي فلان ونجاني بإذن الله من الموضوع ده وسترني ولا سلفني ولا عملنا الحمد لله دلوقتي كويس. فيصبروا بالتجربة بتاعته مع ربنا، وإنه بقى في نعمة دلوقتي عشان يصبر فلان. فكأنه يتحدث بالنعمة لغرض، يتحدث بالنعمة لهدف، يتحدث بالنعمة حتى لا يكون كذابا إذا سئل عن حاله. يتحدث بالنعمة تشجيعا للناس وليس تيئيسا للناس. هو مهم قوي ان الواحد يبقى يعني ايه، يعني لا يكذب. لو اتسأل عن حاله ممكن يقول مش عايز اتكلم في الموضوع ده. لو جيت سألت واحد دخله ولا مرتبه ولا اشترى الحاجة دي بكام، ممكن يقول انا مش حابب اتكلم في الموضوع ده، او يسال اللي قدامه، بتسال ليه، يقول لي يعني اشمعنى المعلومه دي عايز تعرفها. فيبقى مش عايز يقول معلومه يعمل فيها اوفر شيرنج، وبعدين يبقى ضميره مأنبه ان هو قال معلومه مش عايز يقولها. لكن يكذب او يداري او يدعي المعاناه، ده مش حلو، مش حلو يا جماعه.